تصدق ان اغلبنا طلع مدمن؟ ناس كتيرة بعد الفيديو ده هتكتشف انها مدمنة، بس ادمان جديد اسمه ادمان المحفزات. تعال اقول لك. المشكلة بتبدأ ان المخ بتاع الانسان مصمم ان يركز على عدد محدود من الحاجات، مش 500 مسج ونوتيفيكيشنز وريلز وشاشة طول اليوم. طب ايه اللي بيحصل لمخنا؟ كل سكرول ونوتيفيكيشن بنعملها بتطلع شوية دوبامين صغيرين في المخ، وده يخلي مخنا متعود على التحفيز السريع طول اليوم. طب المشكلة فين؟ ان بعد فترة الحاجات الطبيعية بتبدأ مملة، زي مثلا المذاكرة، الشغل، القراية، حتى القعدة الهادية، لأن مخك بقى متعود على السرعة والتغيير المستمر. طب ده ممكن يعمل ايه فيا؟ ضعف تركيز، توتر، انكزايتي، نوم أسوأ، ضباب التفكير أو بنسميه برين فوج، وإحساس إن مخك مجهد طول اليوم. طب نعمل إيه؟ أحاول أقلل المالتي تاسكينج، يعني مثلا ناخد بريك من الشاشة، تحاول تسيب وقت في يومك من غير الموبايل، حاول ما تبدأش يومك مباشر بالريلز، نحاول نرجع مخنا للحاجات البطيئة شوية. طب الخلاصة إيه؟ إن عدم التركيز والتوتر مش دايما محتاج دواء، أحيانا مخنا بيكون محتاج هدوء أكتر والبعد عن التحفيز السريع. ما تنسوش اكتبوا لي أسئلتكم في الكومنتات، ممكن تكون موضوع الحلقة اللي جاية. أنا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. أشوفكم الحلقة اللي جاية.